يا مساء الفل. دايما لما تسأل حد على حاجة ضاعت منك أو هي عنده وهو مش عايز يديها لك، يرد عليك منتهى البرود وبيقول لك تلاقيها عند أم ترتر. طب سألتوا نفسكم قبل كده هي مين أم ترتر دي؟ وليه الحاجة اللي بتروح عندها مترجعش تاني؟ وهل هي شخصية حقيقية ولا أسطورة ولا خيال؟ هاتوا كوباية الشاي وتعالوا نعيش حكاية الست اللي كانت مجننة حارة كاملة، أم ترتر. ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. بيحكوا إن الست أم ترتر دي طلعت حقيقية وكان اسمها نفوسة، وكانت ساكنة في حارة شعبية. وفي روايات بتقول إن هي كانت ساكنة في كرموز اسكندرية، ولقب أم ترتر جه بإنها كانت تحب تلبس جلاليب ومنديل بقوية في ترتر مع طول الوقت. كانت شخصيتها قوية جدا، الكل يعمل لها ألف حساب. وبيحكوا إن أم ترتر كان عندها عشة فراخ فوق السطح، ويا سلام بقى لو في بطاية أو فرخة من الجيران نطت بالغلط عند عشتها مستحيل ترجع تاني. والجيران كانوا بيخافوا يروحوا يسألوها على الفرخة أو البطة بتاعتهم، طبعا من قوتها ولسانها السليط. وهي كانت بمجرد ما تلمح بطة أو فرخة غريبة عندها في العشة تقوم واخداها وذبحها على طول وتنضفها وتطبخها وتاكلها. ولو حد من الجيران يجرأ بس وراح يسألها على البط أو الفراخ بتاعته ترد عليه بمنتهى البرود وهي بتمسح بقها كده: ما شفتش يا اختي. ومن هنا الجيران عرفوا ان اي حاجه تروح عند ام ترتر تبقى اتاكلت ومستحيل ترجع تاني. وبقت الجمله اللي تتقال لما حد يضيع منه حاجه ومستحيل يلاقيها. قولي بقى، مين الشخص اللي في حياتكم اللي بياخد منكم الحاجه وما يرجعهاش، او الحاجه لو راحت عنده مستحيل ترجع؟ مين الشخص اللي في حياتكم شبه ام ترتر؟ وخلصت كوبايه الشاي وخلصت معاها حكايتنا النهارده، بس حكايات مصريه مع شيرين لسه فيها كتير. واستنوا الحكايه الجايه في حفظ الله.